رمضان زمان ما كانش بس فانوس وكنافة وقطايف. رمضان زمان كانت ريحة وإحساس. رمضان زمان كانت اللمة اللي حسينا بيها بجد. رمضان زمان ذكريات عمرنا ما نقدر ننساها أبدا. عمرنا ما ننسى لمتنا كلنا على الفطار. عمرنا ما ننسى الضحكة الحلوة واحنا بنفطر، واحنا بنقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. عمرنا ما ننسى واحنا عيال صغيرين إن كنا بنستنى نسمع بوجي وطمطم، بكار، سلاحف النينجا، الحاجات اللي محفورة في ذاكرتنا كأطفال وكبار وعمرنا ما هننساها. رمضان زمان كان ليه معنى. رمضان زمان كان ليه روح. رمضان زمان محفور جوانا. رمضان زمان بيفرحنا بمجرد إن احنا نقول رمضان قرب. رمضان قرب يعني الفرحة قربت. رمضان قرب يعني ذكرياتنا زمان كلها بنحاول نرجعها تاني. رمضان قرب بنفتكر كل حبايبنا. فاكرين لما كنا نفضل نعد فاضل كام على أذان المغرب، فاضل كام دقيقة على أذان المغرب، فاضل كام ثانية على أذان المغرب. كنا نستنى وكلنا شوق إن احنا نسمع الله أكبر. الله أكبر دي كانت كفيلة إنها تفرحنا فرحة عمرنا ما فرحناها تاني. الله أكبر دي بس كانت بتأذن لنا كده، مش بالأكل والشرب، كانت بتأذن لنا إن احنا قلبنا يفرح بجد. ربنا قال للصائم فرحتان. احنا كأطفال كنا شايفين الفرحة دي حلوة جدا أول ما الأذان يقول الله أكبر. ما كناش فاهمين بس كنا فرحانين. عشان كده دايما أقول لكم فرحوا ولادكم برمضان، خليهم يبقوا مشتاقين دايما لرمضان، خليهم يعرفوا إن رمضان فرحة ما بتتكررش. رمضان شهر واحد في السنة. رمضان فرحة ولمة. رمضان ذكريات. اعملوا ذكريات حلوة مع أولادكم يفتكروها لما يكبروا، زي ما احنا مرتبطين بكل ذكرياتنا الحلوة في رمضان، مرتبطين بكل اللي حصل لنا في رمضان، مرتبطين بذكرياتنا مع أبهاتنا وأمهاتنا اللي عايش منهم واللي الله يرحمه توفى. كل حاجة حصلت في رمضان هتلاقيها محفورة في ذاكرتك وما بتنساهاش. رمضان لما يعدي علينا بالفرحة بتاعته بيجبرنا ان احنا نعدله من يوم عيد الفطر زي ما احنا بنعمل. من يوم العيد واحنا بنعد فاضل كام يوم على رمضان، نبدأ العد التنازلي عشان نعرف رمضان فاضل عليه كام يوم بشوق وفرحة. نبدأ نستعد لرمضان من بدري زي ما احنا عاملين. نبدأ نستعد في العبادة، نستعد في البيت، نستعد في خزين رمضان. كل حاجة حلوة بنشيلها كده على جنب ونقول دي فرحة رمضان، دي الأيام الحلوة في رمضان. خلوا دايما رمضان شهر فرحة. دايما اربطوا رمضان بالفرحة وبالذكريات الحلوة. بلاش تخلوا اللي بيحصل في الأيام دي من مذاكرة وضغط عصبي ونفسي نعدي علينا رمضان واحنا مش مديين ولادنا حقهم في فرحة رمضان. افرحوا برمضان وفرحوا ولادكم برمضان. ويلا كلنا نقول اللهم بلغنا رمضان واحنا في أتم صحة وأحسن حال. اللهم آمين. من أول ما رجب بدأ والناس بدأوا يقولوا كل سنة وانتم طيبين لبعض، يعني بيستعدوا لاستقبال رمضان. خلاص رمضان فاضل عليه أيام، بنهني نفسنا بإن رمضان خلاص قرب. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة واحنا مع بعض، كل سنة واحنا في أفضل حال. اللهم آمين. ما تنسلوش بقى تدعموني وتدعموا القناة بلايك واشتراك، وكل سنة وانتم طيبين. ريحة رمضان بقت مالية الدنيا، موجودة في كل الشوارع، ومش موجودة في الشوارع بس، ده موجودة كمان في وشوش الناس. الناس بدأوا يقولوا كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان قرب. بدأنا نصوم اثنين وخميس، بدأنا نصوم أحلى أيام في رجب، بدأنا نستعد لرمضان بجد، ده الاستعداد اللي بجد. بدأنا نحافظ على ورد القرآن، بدأنا نذكر الله كتير، بدأنا نزرع كتير في رجب عشان إن شاء الله نحصد في رمضان. ريحة رمضان اللي مالية الدنيا دي بتخلينا قلبنا يفرح ونستعد بقوة ونشاط وحماس. ريحة رمضان اللي مالية الدنيا دي بتخلينا ننسى أي تعب احنا فيه، وأي نكد احنا فيه، وأي ضغط نفسي احنا فيه، وأي امتحانات، وأي حاجات ملهاش لازمة، ونبدأ نستعد لأحلى أيام رمضان. ريحة رمضان ملت الدنيا وجابت معاها الخير والبركة إن شاء الله لكل البيوت. استعدي كده رمضان من دلوقتي، استعدي بأي حاجة عندك
حتى لو بسيطة. استعدي، ما انتيش قادرة تصلي، ما انتيش قادرة تقري قرآن، اذكري الله طول ما انت قاعدة، اذكري الله كتير. استعدي بقلبك، استعدي بروحك، استعدي بكل حاجة عندك ان رمضان خلاص قرب. اعملي كده نيتك لله ان انا بستعد لرمضان، ان انا بحاول ازرع على قدي في رجب وشعبان عشان ان شاء الله احصد في رمضان. ريحة رمضان ملت الدنيا، يعني معنى كده ان ما عادش فيه وقت للكسل. كسلنا كتير طول السنة، ان شاء الله نبدأ بقى بحماس كده وقوة نستعد لرمضان. الناس اللي صاموا الايام اللي فاتت شافوا حلاوة الصيام اليومين دول. اليوم قصير جدا، بين الفطار والسحور ايام ساعات قليله جدا، ما بتلحقيش تجوعي ولا تعطشي. اللي عليها لسه ايام من رمضان اللي فات، اللي عليها قضاء ايام تحاول تقضي الايام دي في رجب وشعبان. خلاص الايام بتجري بسرعه جدا، مش هتلحقي تقولي بكره بعده، مش هتلحقي. حاولي تقضي الايام في الايام الحلوه دي القصيره دي. الجو برد، مش هتعطشي، مش هتجوعي، مش هتلحقي. استغلي الايام الحلوه دي بانك تصومي، حتى لو مش عليك قضاء ايام صومي تطوع. حاولي كده تدربي نفسك على الصيام، حاولي تدربي نفسك على العباده في من كل حاجه احنا قلنا عليها. وان شاء الله ان شاء الله هيجي رمضان علينا واحنا ان شاء الله كلنا فايزين وكلنا مبسوطين باذن الله. بنتكلم عن ذكريات رمضان والذكريات الحلوة اللي عشناها في رمضان واحنا صغيرين. من الذكريات الحلوة اللي احنا عشناها في رمضان ذكريات التلفزيون. انا ما بقولش مسلسلات وافلام، انا بقول نبعد ولادنا عن التلفزيون تماما، نبعد ولادنا عن البرامج الهابطة اللي في التلفزيون في رمضان تماما، نبعد ولادنا عن المسلسلات اللي ملهاش اي لازمة ولا اي فايدة لاولادنا. بس انا بقول الذكريات اللي احنا ارتبطنا بيها كانت بكار، بوجي وطمطم، وسلاحف النينجا، حاجه اطفال. يعني اليوم ما تخلي ابنك يتفرج في رمضان على الاطفال على التلفزيون، يتفرج على برامج اطفال. سيبك بقى من البرامج اللي طالعه في رمضان كتير ملهاش اي لازمه، بنشوف فيها الفاظ مش حلوه، بنشوف فيها لا فيها ادب ولا اخلاق ولا قيم تعلميها لاولادك. مسلسلات بس كل اللي فيها عباره عن سوء اخلاق. ترضي ان ابنك يبقى يتعلم سوء الاخلاق في رمضان؟ ترضي ابنك انه تعوديه من رمضان انه هو يضيع وقته كله في الفرجه على التلفزيون في الكلام الفاضي؟ امنعي نفسك انت كمان عن التلفزيون. حاولي من دلوقتي تدربي نفسك انك تمنعي نفسك عن الفرجه على المسلسلات، سواء بقى على النت او على التلفزيون او على التليفون. ابعدي عن المسلسلات تماما. ايه مسلسلات اللي هنسمعها ملهاش اي 30 لازمه، مسلسلات مش هتفيدنا في اي حاجه، ممكن نبعد عنها بكل سهوله. ما تضيعيش احلى ايام عمرك، ما تضيعيش فرصه ما بتجيش لناس كتير. ياما ناس كانوا يتمنوا ان رمضان يجي عليهم بس للاسف اتوفوا. فانت ربنا اداكي فرصه انك تحضري رمضان وان ربنا يغفر لك في رمضان. ما تضيعيش الفرصه دي في الفرجه على حاجات تافهه وهايفه مش هتنفعك ولا تنفع اولادك. ابعدي ولادك واربطيهم برمضان بحاجات حلوه، مش حاجات تضرهم، حاجات تنفعهم مش حاجات تضرهم، حاجات تدخلهم الجنه مش حاجات تبعدهم عن الجنه.